السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية في الفيديو راح نحاول أني نوجه الشكر لكل البنات اللي راهم يدعموا في قناتي، يرفعوا لي في الفيديوهات ويشاركوا لي فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشكر كل المشتركين القدامى اللي لحد الساعة ما زالوا أوفياء للقناة. أما بالنسبة للمشتركين جدد راح نقول لها مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني بوجودكم، راهي قناتي تكبر وإن شاء الله نحقق حلمي ونكبرها ونوصل بها وين حبيت. نشكر قناة الشاف أبو سجد العنابي، الشاف الإنسان المحترم الطيب المتخلق اللي كل مرة نزيد نتأكدوا أنه كله أخلاق سامية، وإن شاء الله قناته تكبر وتولي مليونية، يعني عن قريب يعني راح نشوفوها قناة مليونية. الصراحة يعني يستاهل يوصل للعالمية، وراح يوصل بوصفاته اللي ديما سهلة، شرحها بسيط، كلامه اللي يدخل للقلب مباشرة، ونقول له من مكان هذا يعني كل ما تكبر قناتك أعرف باللي محبتك تكبر أكثر وأكثر في قلوب متتبعينك. يعني بدون إطالة، الوصفة تاع اليوم عبارة على كسرة تاع الشحمة، ولا كما نقولوا احنا محجوبة تاع الكسرة، صحية 100% لمرضى السرطان، لأني كنت نطيبها في وقت اللي كنت ندير فلاشيميو. كسرة صحية بدون أي مواد ضارة وبدقيق تاع القمح، وراح نعطيكم السر الواحد اللي يخلي دقيق تاع القمح ما يتقطع لكمش. بدون إطالة نبدأ مباشرة في الوصفة. نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. راح نروحو نجيبو القصعة، نجيبو السيار، ونجيبو دقيق تاع القمح تاعنا. أول سر معنا باش تنجح معاك العجينة وما تتفتتلكش هو تنحيلها النخالة. النخالة هذه هي اللي تخلي العجين يتفتت ويجيك مبسس، وقد ما تعجني ماهوش راح يتلم وماهوش راح يتعلق، يعني العلق كامل يقتلهولك هذه النخالة. النخالة هذه ما نرموهاش، راح نخبوها باش نديرو بها وصفات صحية بزاف بزاف بنينة الأيام القادمة. أنا راح نروح نجيب الدقيق تاعي هذاك اللي صيرته، نجيب له شوية تاع ملح، ونجيب الماء بحرارة الغرفة ونلم العجين تاعي. ثاني سر معنا هو بعد ما تنحي النخالة العجين تاعك ما تروحيش تعجني، لميه وغطيه بكيس بلاستيكي ولا غطيه بمنديل ولا بأي حاجة وحطيه بجنب، ونروح نشوفوا الحشوة تاعنا. الحشوة هنا اختيارية، أنا الحشوة هذه يعني هذه حشوة تقليدية وأصلية، يعني بدون أي إضافات. الحشوة تاعنا نديرو فيها البصل، نديرو فيها الطماطم، نديرو فيها الثوم والفلفل، يعني ما ندير فيها حتى خضره واحده اخرى. كاين اللي يدير زروديه، كاين اللي يدير اللحم، كاين اللي يدير الفرماج. انا هاد الحوايج هذو كل ما نديرهمش لانه المحجوبه ولا كسرت الشحمه ما يجوش فيها هاد الحشوات هذه. من بعد واش راح ندير؟ راح نحكم البصل تاعي، الطوماطيش والفلفل والثوم كامل نقسم صغار بيدي، ما نستعملش الروبو وما نستعملش الرحايه. راح نجيب ملعقه تاع زيت الزيتون، ندير شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع راس الحانوت، شويه تاع ملح، وندير شويه تاع شحمه، يعني اختياريه ايضا ولكن هي اصلا اسمها كسره تاع الشحمه. نحطهم على النار، على نار متوسطه يتقلاو، ونشوفوا الطماطم تاعنا. كيما شفتوا الطماطم تاعنا هنايا انا جايبتها من الكونجيلاتور، يعني كنت خدمتها معاكم من قبل، نخليها لكم في البطاقات وفي صندوق الوصف. يعني صحيه 100%، احسن مليون بالمئة من الطماطم المسرطنه، مش طماطم مصبره، انا نسميها طماطم المسرطنه. راح نخلي هذيك الشكشوكه تاعي تتقلى حوالي ربع ساعه، ونروح نشوفوا السر الثالث. السر الثالث معنا اللي هو انك تقسمي طريقه العجن لثلاث مرات، يعني ما تعجنيهاش مره واحده. راح نلموها ونحطوها تشرب هذيك السوائل هذيك ولا الماء هذاك. من بعد واش راح نديرو؟ راح نجيبو هنايا نعجنوها ونبداو نضيفوا لها الماء غير بشويه، يعني دقيق تاع القمح ما يعني كون تزيدوا له الماء بزاف راح يطلق معاك ويترخف. هذه اول مره، ومن بعد نزيدو نخلوها شويه ونزيدو نبداو نعجنوا فيها. هذه المره الثالثه، يعني قلت لك نعجنوها على 3 مرات. من بعد نجيب اي سنيوه ولا لوحه ولا البوطاجي تاعك، ندهنو بشويه تاع زيت، ونروح نجيب العجينه تاعي ونقسمها على 4، وكل ربع نقسموه على 2. يعني هنايا العجينه تاعي هذه دارت لي 4 خبيزات، كل خبيزه تهز لي 2 قريصات صغيرين. هنا التقطيع يعني اختياري، يعني بغيتي ديريهم صغيرين بغيتي ديريهم كبار. انا هنا درت من المبتدئين باش يقدروا يخدموها وما تعبهمش بزاف. بالنسبه للعجينه حتكون ماهيش يعني ماهيش مطلوقه بزاف وماهيش يابسه، باش تساعدك في الخدمه. وخاصه الدقيق تاع القمح اذا طلقتيه بزاف راح يبدا يطلق في الماء وما يساعدكش في الخدمه بزاف. انا هنا خليتها قعدت معنا حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه. من بعد نجيب ورق الزبده، يعني انا عمري ولا خدمت عليه، ولكن للمبتدئين راح نخدموا على ورق الزبده، راح يكون احسن واسهل. نجيب شويه تاع زيت الزيتونه، راح ندهن به هذيك الورق هذيك، ونحط العجينه تاعنا، وشوفوا كيف تفتح معايا بكل سهوله. يعني مجرد انك تحطي شويه تاع زيت زيتونه فقط في ورق الزبده راح تمشي معك بكل سهوله. راح نفتحوا العجينه ونجبدوها بجنب، ونزيدوا نحطوا ورق الزبده، ونزيدوا نفتحوا
يعني القرصة الثانية تدهني الورقة الزبدة تاعك بزيت زيتونة باش يساعدك بزاف انك تفتحي. يعني انا يعني صراحة دوك تشوفوا كيف نقلبها، انا ما نستعملش ورق الزبدة، يعني غير درتو ليكم فقط نتوما. هنا قد ما تكون طرية ولا تكون يعني هكا يعني شوية خفيفة ولا ثقيلة، انا نخدمها عادي جدا ما تعبنيش. من بعد واش راح ندير، راح نجبد القرصة الاولى اللي كنت درتها شوية كبر من القرصة الثانية، راح نخلط الحشوة تاعي هذيك بعد ما بردت وندير 2 مغارف ونحاول اني نوزع الحشوة في منتصف القرصة تاعي. راح نخلي في الجوانب حوالي 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر فقط، يعني قيس 2 صباع باش نغلق بهم هذيك المحجوبة تاعي. ندير لها شويه زيت زيتونة لداخل، وكاين اللي يدير لها دبشة، كاين اللي يدير لها حشوات، انا يعني الاصلية ما فيها حتى اضافات لداخل. نولي نهز هذوك الجوانب هذوك اللي كنت خليتهم قبيله ونزيد ندورهم بهذيك القرصه الثانيه ونغلق المحجوبه تاعي، نغلق الكسره تاع الشحمه تاعي، نضغط عليها بصباعي. من بعد نهزها مباشره للطاجين. هنا كاين اللي يديرها في المقله، كاين اللي يديرها في الطاجين تاع الطين، انا نستعمل هذا الطاجين هذا ولا نقولوا له الطاوه هنا في بسكره كل وحده كيف تسميه. ندير له رشه تاع زيت زيتون ونقلبها ونحطها في الطاجين. يعني طريقة سهلة جدا وبسيطة وأي وحدة مبتدئة تقدر تخدم بها. من بعد كي نخليها حوالي 2 دقائق ولا يعني أقل من 2 دقائق، النار راهي قليلة، ونحاول أني نهز هذه القطعة هذه ونقلب بها، تقلبيها بيديك تقلبيها بها. أنا يعني مش واقفة نخدم بالحوايج هذا، ولكن للمبتدئين فقط نعطيكم طريقة سهلة جدا وبسيطة باش كامل يعني تقدروا تخدموها وتجيكم. يعني الطريقة هذه ممكن تجيكم أسهل من أنكم الطريقة الاعتيادية. أنا يعني هنا نقلبها بكل راحة، ما تتكسرش، ما تتفتتش، ما تتفتحش، يعني مساعدتني بزاف في الخدمة. شوفوا كيفاه جات، يعني الطياب تاعها يجي ما يجيش حمر بزاف، ما تخليواش تحرق معاكم. بقاو حرفوا فيها يعني كل 10 ولا 20 ثانية حتى تشوفوها طابت. هنا كي نشوفها طابت راح نحيها وندير يعني قرصة واحدة أخرى ونروح نشوفها مع بعض، نشوفها يعني كامل بعد ما خلصتهم. شوفوا يعني بعد ما خلصتهم النتيجة يعني مرضية كما راكم تشوفوا كامل طابوا. هنايا يعني بردت شوية، من بعد كي تحبي تستعمليها تقدري تسخنيها شوي يقعد كما قلتي. انا قسمتها، شوفي الحشوة تاعها لداخل كيفاه جات، تقعد يعني العجينة تاعك متماسكة، ما تتقطع لكش، ما تثقبلكش، ما تتفتحش. شوفوا كيف تقسم معاك بكل سهولة. الحشوة لداخل جات بنينة تهبل، هذيك الشحمة هذيك عطاتها واحد الذوق هكا. يعني أكلة صحية بالنسبة للناس اللي عندها مرض السرطان ولا أي ناس تحب الأكلات الصحية هذه. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال إعجابكم. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو دعموا فقط بلايك، يعني مجرد ضغطة اللي على اللايك. اشتركوا في القناة إذا حبيتوا تشوفوا أي جديد، حطوا لي في التعليقات أي وصفة حبيتوا نديرها لكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي تحب الوصفات كما هذه. إذا حبيتوا وصفات تقليدية فقط قولوا لي نلبي لكم كل الطلبات. إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.